السلام عليكم. لفت انتباهي مقال كتبه المدون المصري محمد إلهامي عن الثورة التونسية وعن أسباب فشلها، واعتبر أن سبب هذا الفشل هو سياسة التوافق اللي قادها الشيخ راشد الغنوشي في تونس، وخلص من ذلك إلى أن الإخوان المسلمين عموما سبب من أسباب فشل الثورات، وحمد الله في الأخير على أن سوريا لم يكن فيها إخوان مسلمون، أو أن الإخوان المسلمون هناك حزب ضعيف. وهذا السبب جعل الثورة السورية تنجح لأنها حملت السلاح. الحقيقة أن المقال ملفت للانتباه رغم أن النظرية اللي مبني عليه كلها غالطة، لكن ملفت للانتباه لأن أثار قضية موجودة الآن على الساحة، وأثار بذلك الفرق بين الثورات العربية، ولكنه وقع في خللين. الخطأ الأول أنه حمل حركة النهضة الإسلامية وزعيمها راشد الغنوشي مسؤولية الخطأ بتاع فشل الثورة، وهذا خطأ. الأصل أنه محلل سياسي جاد لا يقع فيه. الخطأ الثاني اللي وقع فيه أنه حمل التوافق كخيار سياسي معمول به في كل العالم سبب فشل الثورة التونسية، وهذا أيضا خطأ مضاعف لأنه يدل على ضعف سياسي في فهم العملية السياسية ككل. وبعيدا عن تخريفات إلهامي وحساباته ربما والله أعلم مع النهضة أو مع الإخوان، أثار رغم ذلك قضية مهمة لنناقشها معا، وهذه القضية هي لماذا فشلت الثورات العربية في تونس ومصر ولماذا نجحت في سوريا. وهذا الرأي الآن أصبح يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، وأيضا يثير بعض المثقفين الجادين، ولذلك سنحاول اليوم مناقشة هذه القضايا والأفكار بشيء من العمق والدقة، بشيء ينزع عنها كل الغبار، وأيضا يجعل الأفكار واضحة وجلية. فلنتوكل على الله. فلنبدأ إذن بالثورات أيها الأحبة. الثورات لها مسارات متعددة ولها طرق متعددة، فهي ليست نسخة طبقا للأصل في هذا البلد أو ذاك البلد وفي هذا العصر أو في عصر آخر، وإنما هي تختلف مساراتها وتختلف تجاربها، ولكنها تلتقي جميعا في محاربة الطغيان والديكتاتورية والظلم. طيب، لنعود إلى ثورات الربيع العربي. الربيع العربي كما تعرفون انطلقت من تونس ثم توسعت إلى ليبيا، مصر، اليمن، سوريا وإلى آخره، وقد اتخذت مسارات متعددة. في تونس استطاعت ثورة الربيع العربي أن تصمد لمدة 10 سنوات، والسبب حقيقة في كل ذلك هو إلى حكمة وذكاء الحركة الإسلامية التونسية، حركة النهضة وشيخها الراشد، اللي استطاعوا يصبروا 10 سنوات قبل أن ينقلب عليهم قيس سعيد وتؤول الأمور إلى ما آلت إليه اليوم في تونس. في مصر الجيش لم يستطع أن يصبر أكثر من سنة وانقلب على الثورة وسجن الرئيس الشرعي محمد مرسي إلى أن مات في السجن رحمه الله وتقبله شهيدا. ليبيا واليمن اتخذتا مسارا آخر لا يتسع المجال لشرحه. في سوريا انطلقت الثورة ككل الثورات العربية الأخرى سلمية، وكانت الشعارات سلمية، ولكن الطاغية بشار الأسد وزمرته مارسوا عليها كل أشكال العنف والإرهاب والتعذيب، مما جعل اضطر فيه إخواننا السوريون إلى أن يحملوا أرواحهم على أكفهم ويدافعوا عن ثورتهم ويدافعوا عن شعبهم، حتى استطاعوا في الأخير إسقاط الطاغية وتحرير دمشق وعودة الشام إلى حضنها العربي الإسلامي السني، واليوم نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق. إذن تتفق هذه الثورات العربية كلها في شيء واحد، وهو أشواق الحرية والتحرر عند الشعوب العربية، ولكنها تختلف في التفاصيل. فتونس أيها الأحبة بلد موحد دينيا ومذهبيا وعقديا، فالتونسيون سنة مالكية وأشاعرة. طبعا يوجد بعض الأحناف ويوجد بعض الإباضية نسبهم قليلة جدا، يوجد أيضا بعض المسيحيين وبعض اليهود نسبهم قليلة جدا، يوجد أيضا الأمازيغ ونسبهم أيضا قليلة جدا، كلها لا تتجاوز 2%. إذا تونس لا يمكن في هذا المستوى أن تقارن بسوريا ولا بالعراق اللي فيها تعدد مذهبي عقدي ديني عرقي إلى آخره. طبيعة البلاد أيضا البلاد منبسطة، ليس فيها كثير من الجبال، تغلب عليها الشواطئ والسواحل والهضاب والسباسب. مستوى آخر، تونس ليس فيها مجتمع عشائري أو قبلي،
فالعشائر والقبائل تكاد تكون منعدمة في تونس. في مصر يسيطر الجيش على كل شيء، على الشاردة والواردة وعلى الكبير والصغير. لكن مصر كما تعرفون وكما أثبت المؤرخ أبو التاريخ هيرودوت، مصر هبة النيل. المشكل أن هذا النيل الذي يمنح مصر الحياة تحاول إسرائيل السيطرة على منابعه. طبعا هناك محاولات من تركيا في القرن الإفريقي من أجل إحداث هذا التوازن. طبعا البعض سوف يتهمني بمدح أردوغان، هذه قضية أخرى سنتحدث عنها في وقتها. سوريا تختلف عن كل هذا تماما. أولا الجغرافيا السياسية لسوريا تجعلها من أهم عقد العالم، إن لم أقل أهمها على الإطلاق. فمن يسيطر على سوريا يسيطر على حوض المتوسط، وسوريا ملتقى لثلاث قارات، وسوريا هي ممر طريق الحرير القديم، فإذا موقعها الاستراتيجي مهم جدا. سوريا فيها التعدد الديني والعرقي والطائفي، سنة، شيعة، علوية، دروز إلى آخره. طبيعيا نجد فيها الجبل والصحراء والهضاب والساحل أيضا والبحر، فهي إذن يتوافى فيها كل شيء تقريبا. ولكن هناك معادلة عجيبة حفظت سوريا عبر التاريخ، خاصة منذ الفتح الإسلامي، وهي الأغلبية السنية. فهذه الأغلبية السنية كانت حافظة للتنوع الديني وراعية له منذ الأمويين، مرورا بصلاح الدين، ثم مع الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، وحتى وصلنا إلى علماء القرن الماضي وعلماء المعاصرون اللي أبرزهم مصطفى سباعي ومصطفى زرقاء ومحمد المبارك ومعروف الدواليبي، وأخيرا وليس آخرا محمد سعيد رمضان البوطي رحمهم الله جميعا. هذا التعدد والتوسع جعل سوريا موحدة وحفظها من التطرف. وهذه المعادلة أيها الأحبة بدأت تهتز خاصة منذ الاستعمار الفرنسي، ثم عندما تدخل عبد الناصر في الوحدة العربية، وخاصة اهتزت بشكل نهائي وانهارت مع سيطرة حافظ الأسد وعائلته والطائفة العلوية التي دمرت هذا البناء المنظومي الذي كان يحمي سوريا من التطرف، وتحولت سوريا إلى ما كانت عليه قبل الثورة. واليوم عاد الثوار وأعادوا سوريا إلى حاضنتها الحقيقية. وأنا أعتقد والله أعلم أن الشباب الذين قادوا الثورة يحملون هذا الزخم التاريخي، هذه الحضارة، وبالتالي هذا كله سيعصمهم من الإرهاب ومن التطرف. طيب هنا قد يأتي سؤال، وهو هل هناك ما يوحد أو يربط بين تونس وسوريا؟ نعم، هناك ما يربط بين تونس وسوريا، وهو أن في البلدين لا يمكن أن يتواجد تطرف سلفي أو تطرف ما يسمى بالجهاديين، لسببين ذكرناهما سابقا وأكد عليهما. أن التطرف السلفي والجهادي لا يمكن، لأن تونس تعصمها وحدتها، وسوريا يعصمها تراثها الفقهي والأصولي الذي تحدثنا عنه. طيب نمر الآن إلى النقطة الثانية اللي هي التوافق، واللي واضح أنه الأستاذ إلهامي ما فهم منه حتى شيء. أنصحه بالعودة إلى معاجم السياسة، وأنصحه أيضا بالعودة إلى مقال كتبته سنة 2015 بعنوان أن التوافق هو كلمة السر بالنسبة للثورة التونسية. لنوضح إذن التوافق باختصار شديد. التوافق أيها الأحبة لا يعني إلغاء إحدى القوتين، وأن إحداهما عندما تدخل توافقا تكون قد تخلت عن مبادئها، هذا ليس صحيح. التوافق هو إقرار قواعد جديدة تقضي على فكرة التصاعد أو تجنب التصاعد في المشاكل وفي التوترات المجتمعية والسياسية، طبعا دون أن تقضي على التنوع والتعدد والاختلاف، ولكنه لا يسمح لها بأن تصل إلى مرحلة اللا عودة أو مرحلة الصدام. هذا باختصار شديد يمكن العودة إلى معاجم العلوم السياسية في هذا المجال. وهذا التوافق بالضبط هو اللي قام في تونس، واللي قادوا الشيخ راشد الغنوشي فك الله أسره، وكان اتفق فيه مع الدكتور المصطفى المرزوقي وغيره. فهذا التوافق بين القوى السياسية المتعددة في تونس هو الذي فكك حدة الصراع وحوله إلى صراع سياسي داخل البرلمان،
وإلى حوار مجتمعي بين مكونات المجتمع المدني من مؤسسات وجمعيات وغيرها. طبعا هذا لا يعني أن التجربة كانت كلها ناجحة، أنه لم تكن هناك أخطاء. نعم، كانت هناك أخطاء في الأشخاص، في بعض الممارسات، في بعض النظريات وغيرها، ولكن المبدأ ككل لم يكن فيه خطأ، ولم يكن عنه بديل في تونس بالوضعية التي شرحتها لكم. القول بأن السبب الأساسي والوحيد لسقوط التجربة التونسية وفشلها هو حركة النهضة وراشد الغنوشي أو حركة الإخوان ككل، هذا كلام لا يستحق الإجابة ولا يستحق الرد. فكل المتابعين يعرفون التحديات التي واجهت الثورة سواء في تونس أو في مصر. لا أبحث عن التبرير، وإنما كانت فعلا تحديات كبرى دفعت فيها أموال طائلة من أطراف عربية وأجنبية من أجل إفشال هذا المسار. طيب، لنفرض جدلا أنه محمد إلهامي ومن لفه معهم الحق، وأن التوافق هو سبب خراب التجربة التونسية. منذ الانقلاب في 25 جويلية 2021 عندنا في تونس تجربة ليس فيها لا توافق ولا حتى شيء، وإنما فيها شخص واحد هو الذي يقود، هو الذي يقرر، هو الذي يكتب الدستور، هو الذي يعين الوزراء، هو الذي يعين البرلمانيين إلى آخره، وهو الفقيه الناطق الحصيف المشرع إلى آخره. ولكن هل تحسن الوضع؟ النتيجة نراها على أرض الواقع، وأترك لكم أنتم الحكم. أيها الأحبة، اللي اختار يحكم وحده مثله كمثل الذي كان يسير في قافلة في طريقها السليم، وخرج عن تلك القافلة وتاه في الصحراء، وليس معه ماء، وليس معه دليل، وليس معه أكل. ماذا سيحدث له؟ سيجري في الصحراء، سيلهث، ولكنه لن يصل إلى هدفه، وسيبقى يبحث ويبحث ويبحث حتى تموت دابته، فهو لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والبلاد تعبة، وربي يهدي. وإلى تسجيل جديد في موضوع جديد، أستودعكم، والسلام عليكم.